السيد رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية، وزير الدفاع، كلها عكست الاهتمام اللي بتوليه إيطاليا ومصر للمضي قدما في إجراءات الشراكة الاستراتيجية اللي بتجمع مصر وإيطاليا، سواء كانت إجراءات اقتصادية أو إجراءات سياسية، وأيضا اهتمام بالقضايا الإقليمية وقضايا الإرهاب. وكان هناك تأكيد واضح من كافة المسؤولين الإيطاليين بأهمية التشاور والتبادل المستمر في المعلومات من أجل مواجهة الفكر المتطرف اللي بتعاني منه المنطقة، وذلك بإجراءات ليس فقط أمنية ولكن أيضا إجراءات اقتصادية وإجراءات اجتماعية. الزيارة لقيت اهتمام كبير داخل الدوائر الإيطالية، وأيضا كان هناك تأكيد على أن الحادث الإرهابي اللي تعرضت له العنصرية الإيطالية بالقاهرة في 11 يوليو كانت بتهدف إلى إحداث شرخ في العلاقات المصرية الإيطالية، ولكن ما حدث أنها أبرزت مدى صلابة وأهمية وقوة ومتانة العلاقات المصرية الإيطالية. ماذا عن ما تم إثارته من أن تكون مصر مركز لعمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؟ ما تفاصيل هذا الموضوع؟ يعني ده كان مطلب مصري طرحه السيد رئيس الوزراء على المسؤولين الإيطاليين، ومن قبل كانت طرحته وزارة الخارجية المصرية، وأكد الجانب الإيطالي أنه بيدرس بكل جدية ويرحب بأن تكون مصر ان ايطاليا تكون تلبي طلب المصري وتكون داعمه له في اطار الاتحاد الافريقي، وانه سيتم دراسه الامر والرد علينا، وهناك ترحيب كبير من الجانب الايطالي في هذا الصدد. عندما نتحدث عن اتفاقيات تتعلق بتطوير مصفاة تكرير البترول باسيوط بقيمه $1.6 مليار، لماذا تحديدا يعني ايطاليا لها او قد يكون لها ميزه نسبيه فيما يتعلق بهذا النوع من الاستثمارات أو هذا القطاع تحديدا الاستثماري وهو قطاع البترول؟ هو إيطاليا لها تواجد قديم في قطاع البترول وبتبني على تلك العلاقة، ولها خبرة كبيرة. وكان خلال مؤتمر شرم الشيخ عدد من المذكرات التفاهم تم الاتفاق عليها، والآن يتم توقيع تلك الاتفاقيات، وده يؤكد أن ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ بيدخل حيز التنفيذ خلال هذه المرحلة. إيطاليا لها خبرة كبيرة في قطاع البترول والغاز وأيضا في قطاع الكهرباء، ولكن السوق المصري مفتوح لكافة شركاء مصر الأوروبيين وغيرهم، فرنسا، ألمانيا، جميعها لها مشاركة كبيرة في قطاع الكهرباء وفي قطاع الطاقة وفي قطاع الغاز، بالإضافة أيضا أنه تم تناول ما يتعلق بالصناعات الصغيرة، صناعة الجلود، مدينة دمياط للأساس، كلها أيضا كانت برامج مطروحة على جدول الاجتماعات خلال لقاءات السيد رئيس الوزراء على مدار 3 أيام في إيطاليا. انتهت الاجتماعات جماعة منذ مرحلة بسيطة. ملف محاربة الإرهاب والملف الأمني كان له أيضا حيز كبير من هذه الزيارة. أكد رئيس الوزراء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا على أهمية دعم إيطاليا وجاهزية بالفعل دعم إيطاليا ورغبتها في دعم مصر في مجال مواجهة مكافحة الإرهاب. أيضا لقاء رئيس الوزراء مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي التي أكدت على أهمية التعاون مع مصر في عملية محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومحاربة الإرهاب. كيف من الممكن أن تترجم كل هذه الالتقاءات إنجاز التعبير بين الطرفين المصري والإيطالي إلى يعني استراتيجيات على الأرض؟ يعني المعالجة قد تكون مختلفة. إذا ما كان الحديث عن الهجرة غير الشرعية فهناك مجال تبادل المعلومات بين الجانبين فيما يتعلق بالجهات التي تقوم بتنظيم تلك العملية الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى العامل الاقتصادي والاجتماعي، حيث هناك تأكيد على أن إقامة مشروعات في الدول المصدرة لمثل هذه العمالة غير الشرعية سيحد من تلك الظاهرة التي بتعاني منها بعض الدول الأوروبية ومن ذلك إيطاليا. أما فيما يتعلق بالإرهاب والتي عانت منه المنطقة جماعة